ما تقولش نقطة ضعف. هتتهرس، هيتداس عليها تماما. مؤخرا سمعت ان اقرب حد ليا بيقول حاجات مش تمام في ظهري وانا عرفتها بالليل نجم. وبقف على مسرح واتكلم واقول الصبح انا شغال عادي جدا في محل موبايلات. ما هو في ملذات كتيره بقى في الحياه الواحد بيبدا يستغنى عنها، فبفضل اقول لنفسي طب يعني لو قدام ما جاتش. وأنا فوت. انا ضحيت بحاجات كتيره برضه. صحابي كل حاجه، يعني انا ما اعرفش اعيش من غير صحابي. طب انت ايه احساسك وانت مقرب على 30؟ مش عايز، وانا بجد ما عنديش حاجه. قالت لي تعالى تقدم، في ضغط عليها من الاهل كمان، فبدات هي تضغط عليا غصب عنها طبعا. قلت لها اروح اقول لهم ايه؟ انا على فكره في وقت طول ما انا مجتهد ربنا هيكرمني. لا لا، يعني لما تاخد كل خطوه افرح بنفسك، اقف وقفه وافرح وشوف انت عملت ايه، شوف انت وصلت ليه، وشوف وصلت له ازاي. ما تعديهاش مرور الكرام كده. خدي بالك في ثغره في قعدات الرجاله. ايوه. انصح اي راجل ما يبينهاش. هاي يا جماعه، اهلا بيكم في تاني ابيسود من محشور في العشرينات. الابيسود اللي فاتت كان معانا ساره هاني، اتكلمنا على فكره الحشر في العشرينات دي من برسبكتيف البنات، برسبكتيف اتنين عندهم بيزنس، بيشتغلوا، عندهم شويه ريليشن شيبس في حياتهم، مش متجوزين، مش عارفين امتى هيتجوزوا، سن قبل ال30، طب بعد 25، كل الكلام ده. المره دي عايزين نشوف برسبكتيف تاني عن الموضوع. وانا زي ما قلت لكم لما بجيب اي جاست او بختار الجاست، بختار ناس انا فعلا شفت الجروث بتاعهم، شفت فقرة العشرينات دي عملت فيهم ايه واثرت فيهم ازاي. فمعانا جاست المرة دي انا شفته اول مرة لما كان بيخلص جيش ولسه مش عارف هيعمل ايه في حياته، لكن لسه اتعرف واتشهر قوي كده، عنده باشن معين، بس ان هو بيحب الكوميدي وان هو ممثل شاطر قوي، لانه مهما شفته في حاجات وحضرت له حاجات هو بيعرف كل مرة يضحكني كأني اول مرة اتفرج عليه. و I'm very proud of everything هو وصل لها دلوقتي. كنت متحمسة قوي ان انا معايا صاحبي، ويا رب ما نضحكش ونعملها عادي من غير ضحك، بولا صامويل. حاسه ان انا عايزه بولا صامويل. انا اللي عايز اصرخ من التقديمه الجميله دي. مش عايز ايوه بجد، عشان I'm very proud of you. والله العظيم ده وانا كلام عارفه كبير. انت عديت بايه. فاكر ايام ما كان عندك ايه 1000 فولور؟ 1000 كانوا اقل من 1000. ما كانوا أقل بداتش بس. بال1000 برضه. يعني انا فاكره واي فولود يوميها، والصريخ ضحك بتاعت BMS دي، اذا في الغران تحت، انا حافظاهم. خلاص حافظاهم والله. ايوه، والجديد لسه ما حفظتوش عشان انت ما عزمتنيش على حفلتين جداد، بس يعني مش بس تنوري هيك. تنوري عندي قريب. طبعا على قاعده قدام اللي بيعمل كل البودكاست مقطع الدنيا في اي انت حته. عامله ايه؟ انا كويسه. اولا مبروك، يعني عايز ابارك لك على البودكاست الرائع ده. شكرا. ان شاء الله تبقى حلقه جميله، لان انا مبسوط ان انا قاعد معاكي والله يا ماري. احنا ما قعدناش نقعد بقالنا كتير قوي خالص. وباجي الحفلات بقى بيبقى خلاص النجم بولا. وبتسلمي وتجري وبتاع. ما انت بتبقى عليك عامله ناس قد فيها كده. انجي علي. لا بس يعني ببقى سايبك بقى معاك الحكومه وكده، فانا ايه بسيبكم براحتكم. شواف. طيب يا بول، انا فاكره قوي اول ما قابلتك كنت لسه بتخلص الجيش ولا خلصت الجيش؟ ما انا مش فاكر قوي. انت قابلتيني امتى اول مره؟ الحفله اللي كانت في كايرو جاز. دي كنت لسه في الجيش. كنت لسه ما خلصتش. كنت ما خلصتش. لا. وكان عندك شغل؟ لا صح. ما كانش عندي اي حاجه غير ساره. والستاند اب كوميدي. بس كده طبعا. وكنت في الجيش، يعني كنت الحمد لله ربنا كرمني بظابط اللي أنا كنت بخدم معاه انسان يعني، فتفهم فكره ان انا بعمل حاجه فنيه. فكنت حتى لو ما صدفتش كانت ساعات كتير ربنا بيرتبها ان يبقى وقت اجازتي اعمل عندك حفله. اوكي. دي من عند ربنا. فكانت ساعات بتصادف ان في ميعاد حفله وانا لسه في الجيش، فكنت بستأذنه، فكان بيديني اذن ان انا اروح اعمل الحفله وارجع تاني يوم الصبح على الوحده على طول. كنت بتاخد اي فلوس على الستاند اب كوميدي اللي في الاول ده؟ كنت باخد فلوس، بس مش فلوس بقى، يعني مش الفلوس اللي تعيشك يعني، بس بترزق. كانت بترزق يعني. وكنت حاسس انك هتعرف تعمل كارير من موضوع الستاند اب كوميدي ده؟ كنت حاسس اللي مخليني مكمل ان انا حاسس ان انا هوصل لحاجه ان شاء الله كبيره. فده اللي بيخليني مكمل. انا لو مش حاسس كده مش هكمل، لان في مليون حاجه بتحصل في السكه بتقولك ما تكمليش. فلو انت مش شايفه قدام انت تبقي ايه، هتقعي، مش هتكملي. تمام. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ تديني كام؟ انت لسه قايل 28 قبل الحلقه، طب ليه؟ طيب 28. طيب ما انت محشور في ال20 دي. حسيت للحظه وانت بتقدمي ان انا لسه 22 او حاجه زي كده، قلت محشور في ال20 ايه ده، انا خلاص. ما هو احنا نقول ده انا نازل لسه. من 20 رايح على 30 دلوقتي. طب انت ايه احساسك وانت مقرب على 30؟ مش عايز خالص، يعني عايز افضل هنا شويه نفهم الدنيا ماشيه ازاي ونروح ال30 واحنا فاهمين. طب ال 28 سنه اللي فاتوا، او مش 8 سنين اللي فاتوا من اول ما كملت 20 سنه، اديني عليهم كلمه واحده توصف بيهم الحوار. كلمه واحده.
من 20 لكام، ل25؟ لا العشرينات من عامة. 20 لحد النهارده. لا. هي دي الكلمه يعني. لا لا. ما كنتش فاكر كده. انا عايز اقول لك فاكر حاجه، ان انا اول ما اتسحلت بقصه ان انا ابقى ممثل وستاند اب كوميديان والحاجات دي، كنت في جامعه، يعني قولي مثلا 18 سنه داخل على 19. اوكي. فكنت بقعد افكر مع نفسي، قلت تمام انا على 25 26 هبقى في حته تانية، يعني لا 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 لا، ودي ناس كبيرة. ودي هروح ناس بقى كبيرة مع اللي قوي بقى. بيروحوا بقى ومهرجانات اه وبتاع 25 جت وانا لسه ما عملتش حاجه. دخلت الجيش امتى؟ دخلت الجيش في السنه بتاعت كورونا. اوكي حلو، كانت الدنيا واقفة يعني مش فارقة. كانت الدنيا واقفه بره. بس جوه كنا شغالين عادي في الجيش. في الجيش شغال عادي، بس قصدي دخلت في سنة الدنيا فيها عاملة كانت بوز الدنيا يعني. هاديه شويه. الدنيا يعني هاديه ما شويه. حدش كان ما سابقك فاتنيش في حاجة. كتير، ما يعني فاتنيش كتير ما صح. فاتكش حاجة بجد، حرفيا الدنيا عملت بوز، انت دخلت الجيش طلعت الدنيا كانت لسه بتكمل. اه ف ما طب ليه لا كنت فاكر ايه ولقيت اتخطفوا ايه؟ العشرينات دي اتخطفت. صح. ما استمتعتش يعني، اتهرست كمان. ما انت برضو وقت الجامعه كنا بنشتغل، وجربت كذا شغلانه في كذا حاجه مش حاببها. فكنت جامعه شغل جامعه شغل جامعه شغل، طب جامعه شغل تمثيل جامعه شغل تمثيل، ففي اوقات اليوم بيخلص وانت ما شفتيش نفسك عايزه ايه اصلا. وبتفوتي يعني. ما هو في ملذات كتيره بقى في الحياه الواحد بيبدا يستغنى عنها عشان بيبقى خاطر. فاكر ان هو هيلاقيها في السن ده. بالظبط يعني اصل ده بالظبط. السن عارفه الواحد. ممكن اكلمك عن حاجه بسيطه جدا، مثلا عيد ميلاد كل اصحابي رايحينه، بس انا مش عارف اروح عشان انا عندي في وقته بروفا، ولو ما رحتش بروفا دي ما انا هخسر حاجه كبيره، وانا عايز احقق حلمي، فلا بالتالي هفضل البروفا عن خروجه حلوه كان ممكن اتبسط فيها. فاهمه؟ فبفضل اقول لنفسي طب لو ما جاتش، يعني لو قدام ما جاتش، وانا ما انا فوت. ضحيت بحاجات كتيره برضه. صح. سيبك من كونسبت العيد ميلاد، في حاجات تانية بيتضحى بيها مثلا. فكل ده الواحد بيفضل يقول طب ها، في وقت بيجي لك طب ها طبعا صح. طب هي طب هي جوا لما بتنجح كتير بقى ها. بتبقى طب هو انا كده اخري. اه. طب انا مش قادر، بس انا لازم اعمل عشان انا وصلت هنا. امم. طب يعني هي طب هذه بالظبط. كتير قوي يعني. طب سبيشالي بقى ان انت يعني ولد راجل، فمحتاج في الوقت ده. ربنا يخليك. انا بس مش قصدي يعني، انا مش عارفه اقولها ازاي، بس انت بما فاهم. انك راجل. يعني قصدي اموري. ان يعني انت عندك مسؤوليات مختلفه عن، يعني احنا بنات في العشرينات بنبقى بنعمل اكتر لنفسنا يعني. بنعمل يعني ممكن المحرك الاساسي مثلا بالنسبه لي انا عشان بابايا متوفي، فانا بامن لي حاجه معينه او كده. بس بنات تانية عندهاش الحته دي قوي لانه تمام. لكن الولد لو برضو اهله مش يعني خلاص صرفوا لحد ما اتعلم كده، فبعدين يلا يا بولا شوف بقى هتتجوز ازاي. احكي لي الاحساس ده في العشرينات، لان بحس الولاد عندهم بريشر اكتر بكتير من البنات في تحقيق حاجات كتير قوي، مع بقى ان في جيش وفي جامعه وفي شغل ولازم تبقى خلصت وتعرف تفرش بيت وتفتح بيت ومعاك مصاريف تشطب بيت وتتجوز وكل الكلام ده. لعنه، دي لعنه، دي اسمها لعنه العشرينات، مش محشور في العشرينات. دي بجد حاجه ملعونه. لان انت ما بتبقيش عارفه اصلا المفروض تعملي كل ده ازاي. ما هو انا لو بشتغل 3 شغلانات في اليوم وده مش منطقي، مش هعرف برضو في 5 6 سنين يعني هاخد كام في ايه عشان اجي اتجوز واتقدم. بالظبط. مش منطقي. عشان كده انا بحترم جدا البنات اللي بتشتغل عامه، يعني البنات اللي تقرر في وقت زي ده، في وقت صعب، ان هي تنزل وتشقى وتواجه صعوبات. وفي بقى اللي هيضايقها في الشغل وهي بنت، وفي اللي هيضايقها في المواصلات وهي رايحه، وفي اللي هيضايقها في مليون حاجه ممكن تقابلها في يومها الواحد، بس ان هي تدوس عليهم كلهم وتروح تنزل شغلها تشوف اكل عيشها، وهي ممكن تبقى مش محتاجه لده. لان في الاول وفي الاخر زي ما انت قلتي، احنا هنا في مصر كونسبت ان البنت تشتغل. طبعا انا مش مع ده تماما، بس في ساعات ممكن طب ما لا مش لازم، لا هو لازم، هو لازم. فانا بحترم قوي البنات اللي هي، بحترم اي حد يشقى في الارض عامه. بس يا جماعه بولا في كل ستاند اب كوميديز بتوعد something بابريشيت قوي لما دايما بتحط حته على حته التحرش والهراسمنت للبنات، وانك بتابريشيت ده وبتتكلم عليه بطريقه اندايركت كده في حفلاتك. دي حاجه بصراحه ما اصل لازم برافو يعني يوتيلايزنج الموضوع كده بطريقه اللي هو من غير في ما الضحك حد برضه، في بترميه الضحك في الضحك يعني، عشان ما يبقاش مش اللي هي للتحرش يعني، ايوه فاهم؟ لا ايوه. بترميها في الضحك كده في النص. هو لا بت... للتحرش كده وكده وبالهزار وبالجد، انا ولا فاهمه، بس للتحرش. المسج هيدن بطريقه لذيذه وانت معروف يعني كميه ولاد بتتفرج عليك وبتاع وكده، فلا يعني دي حاجه بجد لا لذيذه كونسبت منك التحرش موت ده انك اصلا تعمل كمان كده. انا ما بفهموش خالص والله العظيم. مش عشان حاجه، مش عايز ابعد عن اللي احنا هنتكلم فيه، بس
انت لو تحرشت كسبت ايه؟ كسبت ايه؟ لحقت تعمل ايه اصلا؟ ايه المتعه اللي عدت عليك يهبل؟ ما دي حركه هبله جدا لحظيه يعني يعني حتى مش هتلحق تفكر فيها، هتفتكرها بعدين يعني. ما كسبتش حاجه غير ان انت هتتفشخ. ف يعني او يتشتم او يجيب لاهله شتيمه او اي يتشتم؟ حاجه، لا بس ده مش مشكله مش مشكله. نرجع تاني مش عايز لحته، ابقى وحش قوي كده، بس هو يستاهل يعني. نرجع لحته ان دي لعنه. اه احكي لي، طب انت عملت ايه في القصه دي؟ قصه ان انت ولد مطلوب منك تكون عملت كل ده في العشرينات عشان انت مرتبط وفي حد شخص تاني مستني، هنعمل ايه؟ امم بص، هو قبل اي حاجه انا العشرينات مشيت معايا بستر ربنا. ده بجد، هو ربنا ظبطها يعني. انا مش مجهود مني قد ما ستر منه وتظبيط من عنده هو فوق. يعني انا في العشرينات مثلا، تعالي نتكلم في بدايه ان انا خلاص بخلص جامعه. انا قعدت في الجامعه شويه حلوين، قعدت في الجامعه 6 سنين او 7 سنين يعني لو انا فاكر صح. انت جامعه ايه؟ كنت جامعه حلوان، كليه كنت حقوق. كليه ايه؟ حقوق. ما هي بتخلص في كده. وكنت وقتها انت حقوق؟ انا حقوق. او اترفع لك دلوقتي سريعا كده اوريكي حاجه. مش مقتنعه يعني. ولا انا ولا حد. اصل انا وقتها بقى في اولى حقوق، يعني مع اول محاضرتين 3 كده قلت مش بتاعتي تماما. فكنت كمان وقتها خلاص دخل في دماغي قصه التمثيل والستاند اب كوميدي، وبدات اخد ورش وكده. فخلاص قلت تمام، طالما يعني كده كده هقعد هنا المفروض 4 سنين وهطلع مش هشتغل محامي، فاستغل ال4 سنين دول اتعلم حاجه تانية. فاخدت ورش تمثيل وستاند اب كوميدي ودخلت في القصه دي. وكنت في اوقات ما بروحش امتحانات فاينل عشان عن تصوير مثلا، عن تصوير اعلان او حاجه زي كده. فكنت خلاص عرفت ايه اولويتي يعني. فلما خلصت جامعه كنت بدات اوصل لحته لذيذه في الستاند اب كوميدي. مش ما كانش لسه ليا اسم يعني، ما كانش لسه بولا سامو اللي هو ممكن يتلف في حفله ستاند اب كوميدي هنا، في شركه هنا، في سفريه هنا، ما كانش ده. بس كان في بوادر اللي هو انا حاسس ان انا عندي حاجه، يعني انا حاسس ان انا في السكه دي ممكن اوصل لحاجه. فمع ان في الاول مفيش اي مؤشر في المجال ده كله لاي كوميديان حتى يقول لك ان احنا ممكن نوصل لحاجه. في الاول ما كانش زي دلوقتي خالص. هي كانت واقفه، كانت صح. واقفه خالص. عندنا حفله ستاند اب كوميدي، ايه يعني الستاند اب كوميدي؟ تعمل ايه؟ هتضحك هضحك. تعالى بس شوف هضحك ازاي، تعالى شوف انا اقول ايه. انا عندي وجهه نظر في الاول وفي الاخر يعني. فعشان تبداي تقنعيهم يجوا يشوفوا ايه هو الستاند اب كوميدي ده، مش يجي يشوفني انا، يجي يشوف ايه ده اصلا. وبعد كده يبدا يا يحبني يا يكرهني. خطوات كتيره قوي، خطوات كتيره قوي. فخدت وقت. وانا كمان كنت بجرب اشتغل كذا حاجه يعني. انا في وقت كنت شغال سيلز في محل موبايلات وكنت ستاند اب كوميديان. اوكي. فبالليل نجم وبقف على مسرح واتكلم واقول. الصبح انا شغال عادي جدا في محل موبايلات. وكنت بفرح جدا. الاول كنت بتضايق عشان ابقى صريح برضه، لما فاهمة. حد يدخل المحل ويعرفني يقول لي ايه ده، هو انت برضه بتعمل ستاند اب كوميدي، انا بحبك جدا وبتاع. يعني انا كانش نفسي تشوفني هنا، فانا نفسي تشوفني في المسرح بس عشان افضل في الصوره دي. بس بعد كده لقيت ان لا، ده مش عيب تماما. انا ما هو شافني في خماره، ما هو شافني شغال يعني. فبدات احب الحوار ده قوي، ان انا اتعرف وانا في مكان شغلي. اصلا بتحس في مكان شغلك انه ان انا معروف على فكره، انا زودني معروف، انا مرتب. اكتر واحد معروف في السيلز. يعني ممكن اجيب لك زباين، خلي بالك. يعني انت اشتغلت كام شغلانه وقت الجامعه بتاعت وقت 7 سنين؟ الجامعة؟ obviously. انا اشتغلت ويتر في كافيه، واشتغلت سيلز في محل موبايلات، واشتغلت سيلز في براند فرنساوي كده بتاع جوهرات بقى وحلقان وبتاع وخواتم والقصه دي. مش متخيلك واشتغلت براند فرنساوي بتاع مجوهرات وحلقان وانت سيلز. يعني مش قصدي حاجه يعني، بس لا قصدك، باين ان قصدك. يعني ما بتكلمش فرنساوي، انا هو ما البراند اكيد فرنساوي. يعني، مش انا فاهمه، بس انت مش مقتنع يعني. ماشي. لا عادي ببيع، ما انت اكنك دخلتي بزارة، مش اوكي ماشي. عادي ماشي يعني. اوكي ميك سنس. بالظبط. اشتغلت ايه تاني؟ مش فاكر قوي. ممكن اكون اشتغلت ايه يعني، ممكن اكون مسقط حاجه او كده. اشتغلت كول سنتر ايام الجامعه برضه. احكي لي على تجربه الكول سنتر دي، عشان برضو ساره برضو كانت بتحكي لي على الكول سنتر دي، كرهت حياتها وعيشتها. لا ما كانتش حياتي قوي، لانها برضه خدي بالك انا بدخل الهزار في اي حاجه. اوكي. وده اللي مخليني عايش يعني، ده اللي ممشيها معايا. ده ايه اللي هيحصل؟
إيه لا انت حتى في الكولز مع الناس عادي. ما هيجي وقت، ما هو الانسان اللي انا بكلمه في التليفون ده مش بيجي وقت ويضحك وهو عارف ان انا انسان وهيجي وقت واضحك، فلو حصل حاجه تضحك في المكالمه ما نضحك يا عم، ما صباح الفل يعني. لحد ما اترفدت يعني. انت اترفدت اترفدت. ليه؟ بس اترفدت مش بسبب ان انا كنت بهزر. وحش في الشغل يعني. اترفدت بسبب ان انا اتفقت مع كذا حد في التيم ان احنا نسافر، فخدنا كلنا اجازه في نفس الوقت. طب انت مالك؟ لا، ما احنا اترفدنا كلنا مش انا بس. طب مشينا كلنا. يعني كانت ايه مش هم وافقوا على المديره الاجازه؟ غابت، المديره غابت، اوكي. وكانت المساعده بتاعتها موجوده. المساعده بتاعتها كانت غلبانه قوي، غلبانه قوي، مش فاهم اي حاجه ولسه تريننج والدنيا بايظه خالص. فكل واحد راح لها بعذر ان هو مش جاي بكره. فانا مش جاي بكره عشان انا تعبان وبتاع ومش قادر فخلاص ماشي اجازه، وانا مسافر بكره مش عارف. طب انا اختي هتعمل عمليه مش عارف، في بتاع 5 غابوا. فجت المديره تاني يوم، ما لقيتش هم حد. فين؟ اجازه. مين اللي اداهم اجازه؟ يا نهار اسود. قالت لها انا كلمهم لي يجوا فورا. طبعا بتكلمنا احنا في الاسماعيليه، فقالت لها طيب ماشي، يعني تيجوا تتصرفوا وتيجوا. حصل مشكله كبيره يوميها ان اللوجين بتاع الكول سنتر وقع 70%، فمحدش بيرد على التليفونات، ما فيش حد، في 5 في شيفت ما جوش. فتاني يوم رحنا رايحين فاكرين نفسنا عادي يعني قشطه، هيتزعق لنا زعقتين يعني وندخل حضر كل واحد ظرف جميل كده. يا نهار اسود. ما تجيش تاني خلاص، انتوا دمرتوا الشركه. عشان رحتوا الاسماعيليه. بس تعرفي ان المديره دي لسه لحد النهارده بتكلمني ومتابعاني يعني وفرحانه قوي باللي انا وصلت له يعني، مع انها وقتها كانت شايفه ان انا اوصل لاي حاجه يعني. قدامها نموذج حقير للفشل. ما انت كنت بتهزر، عملت فلوس من الهزار خلاص يعني. ما كنتش باخد فلوس على فكره. في الايه كول سنتر؟ اه نعم يعني ايه؟ كنت لسه في فتره التريننج. انت اترفدت في ومجرد التريننج؟ لا مجرد ما بدات شهر اشتغل ما قبضتوش كامل حتى، يعني الظرف ده ما كانش الشهر كامل. يعني انت قعدت شهر تريننج واسبوعين قعدت ورفدوك؟ شهرين تريننج وشهر المفروض خلاص التالت بدات بقى ده اللي هقبض فيه. قبضت فيه بتاع 400 جنيه ولا 500. يعني انت في شهرين اتفقت مع ناس من الشركه، اتعرفت عليهم، خدتهم، لا هم سافرتوا؟ اصحابي، احنا رحنا اشتغلنا كلنا انتوا سوا. كلكم مع بعض مم. يعني. مم. ماشي اوكي. طب نرجع بقى للحته اللي فاتت بتاعت انت في سحلتك في ان انت تعرف تكون كولد او راجل في المجتمع ده مطلوب منه حاجات معينه يكون بيقدمها في عشريناته. هقول لك ما انا كمان، حتى لو انا كنت وصلت لحاجات قبل الجيش وحوشت شويه حلوين وبدات اقف على رجلي، لما دخلت جيش ما انا ما بشتغلش، فبدات السنه بتاعت الجيش بصرف من الفلوس اللي انا محوشها. واحساسك ايه ان الناس بقى اللي مش في الجيش سابقينك؟ ما كانش ليا دعوه يعني. انا كنت طبيعي متضايق، طبيعي بيجي لك احساس اللي هو طب ما انا لو بره دلوقتي كان زماني عملت حاجه مع الناس دي، فاهمه؟ بس دايما عندي حاجه كده في نفسي بقولها، اللي هو ما حدش عايش حياتك، ما حدش عايش حياتك. ما ممكن يكون هو واصل للحاجات دي بس هو عنده حاجات تانية انت ممكن تستحملهاش، فالحمد لله انا في حته صح. الحمد لله. صح. وكده كده هتيجي يعني. انا دايما حاطط قدام عيني ان هي كده كده هتيجي، امتى ما اعرفش، مش حاطط لها وقت، بس هي جايه. فانا ماشي بمبدا ان هي جايه، فانا هفضل احاول يعني. وانا في الجيش ما كانش يعني، خلاص بدات اصرف كتير من اللي حوشته، فما بقاش معايا حاجه. وفي نفس الوقت بدات لازم اخرج من الجيش اتقدم، لان انا في واحده طلعتها جنبي بقى لها 5-6 سنين محترمين يعني، وخدت انتوا سنه. قبل الجيش كان بقالكم 6 سنين؟ 5-6 سنين. اوف. بنتكلم في كده. ففي ضغط عليها من الاهل كمان، اللي هو طب هذا لسه هيطلع من الجيش يكلمنا في ويشتغل. هجهز ايه. فبدات هي تضغط عليا غصب عنها طبعا. طب انا اعمل ايه؟ ما انا يا جماعه اديكم شايفين. يعني انا في الجيش، ما انا اوليه. كان عندك كام سنه ساعتها؟ 25 26. انا داخل الجيش متاخر يعني، داخل كبير يعني. طب اعمل ايه؟ ما فيش، ولدرجه انها خلاص طب شوفي حالك بقى يعني، لو مش عايزه نكمل ما نكملش. انا ليه بس اتضايقت؟ ما انتوا اتخطبتوا. كمل. الحمد لله. سألت ليه؟ فخلصت جيش على طول وانا بجد ما عنديش حاجه. قالت لي تعالى تقدم. قلت لها اروح اقول لهم ايه يعني؟ ما انا لو مكانهم هرفض هرفضني. بالعقل والمنطق يعني، هم ما لهمش علاقه باي حاجه بينا يعني. فلا تعالى بس عشان يحسوا ان انت جد، انت لو دخلت البيت هيحسوا ان انت جد وبتاع ومش عارف ايه. فرحت الحمد لله كان بره البيت يعني، اتقابلنا في مكان بره البيت. واترفضت بشكل غير مباشر كده، اللي هو هنظبط ونكلمك. الطريقه بتاعتها هنظبط ونكلمك دي. فطبعا قلت لها انت السبب يعني، ما رميت بقى كل حاجه عليها هي، قلت لها انت السبب، حتى لو انا مش جاهز فانت اللي جبتيني.
دي ما انا ما قلت لها ما اعرفش ممكن اعرف احط نفسي في الموقف ده تاني ازاي. ان انا اجي اتقدم تاني واترفض. يا لهوي. فقلت لها انا لا مش عارف ممكن اعمل ايه. وقتها انت كنت لسه مخلص كنت جيش؟ لسه مخلص جيش وعملت حفله في مكان ما يعني. والحفله دي انا لسه بعمل حفله وانا ما عنديش اي حاجه. كنت حلو قوي الحمد لله، عملت حفله حلوه قوي. فلقيت حد جاي من الاودينس اللي بيتفرجوا، قالت لي هو انت شغال ايه؟ انت شاطر قوي. قلت لها انا مش شغال. دي دينا؟ مش دينا. بس حد هو اللي عرفني على دينا يعني. اوكي. اسمها هدى الجبيلي، قدم لها تحيه طبعا كبيره يعني. فقالت لي هو انت شغال ايه؟ انت شاطر قوي. قلت لها انا مش شغال، انا بكتب كوبي رايتر وكده فاكر اصلا لما قعدت انا وانت بعت لك ايجنسيز وبتاع وكده اول ما عرفتك عشان نلاقي كنت شغل لسه بقدم. وبتاع، ايوه كنت لسه في الجيش وبتشوف هتقدم عليه، كان فاضل لك اسبوعين 3 حاجه كنت كده خلاص بخلص. وهتخلص. ما هو في الوقت ده هو ربنا كرم في الوقت اللي انا بدات ادور فيه. دي مجرد ممكن ما تبقى بدات نفس اسعى. الحفله اصلا، اعتقد هي كانت في حفله اكتوبر. جاز. بالظبط. هي نفس الحفله دي. ها. ف... فجت قالت لي انت كوبي رايت انت بتكتب لنفسك؟ قلت لها بكتب لنفسي طبعا وبتاع. قالت لي طب انت شغال ايه؟ قلت لها مش شغال، انا لسه مخلص جيش حالا يعني. مخلص جيش وجاي على الحفله يعني. فقالت لي طب هات رقمك، انا عندك مانع تشتغل في ايجنسي كونتنت كريتور كوبي رايتر؟ قلت لها عندي مانع. سلام. يا نهار ابيض. يعني اي حاجه يعني. فخدت رقمي. فلقيت بقى هدى ودينا بيكلموني اللي هم بتوع الايجنسي اللي انا اشتغلت فيها يعني. فقالوا لي ابعت لنا السي في. سي في ايه؟ ابيض معيش حاجه، لسه مخلص جيش، وكل الشغلانات اللي اشتغلتها اللي انا قلت لك عليها دي ملهاش اي علاقه ملهاش اي علاقه كنت كريتور ولا الكلام. قلت لها انا معايا كام حاجه فريلانسيه وفيديوهات اعملها على السوشيال ميديا وستاند اب كوميدي هو ده السي في بتاعي. فده انا اتكسف ابعته لك يعني. كنت في التليفون يعني. قالت طب تعالى احنا عايزين نعمل لك انترفيو كده، تعالى اقعد معانا يعني بكره وبتاع. فرحت اتكلمت معاهم بمنتهى الصراحه يعني. قلت انا مش هجمل اي حاجه في الكلام عشان انا يعني لو ربنا كرمني واشتغلت هنا ما اتفضحش. هو برضه يعني الواحد لازم يبقى بيفكر. فقلت لهم انا مش فاهم اي حاجه. قلت لهم انا اول مره هعمل اللي انا هعمله ده، انا ما بعرفش ابعت ميل. فهم بيبصوا لبعض كده. قلت لهم والله العظيم ما بعرفش ابعت ميل، بس ما عنديش مانع اتعلم يعني، انا هعرف اتعلم، جربوني. قلت لهم يعني حتى تعالوا نجرب من غير فلوس. ففعلا اشتغلت اول شهر ده من غير فلوس خالص. ولو ان لا طب ما واضح ان هو عنده حاجه برضه. فقعدت. فقالوا لي طب خلاص احنا عايزينك معانا وبتاع وكده. فده ربنا. ده ربنا ان يبعت لي ناس تؤمن بيا وانا ما عنديش حاجه يعني. انا بجد ما عنديش حاجه يعني، ما فيش ما يثبت. ما هو اي حد هتروح يقدم في شركه ورينا السي في بتاعك حلو، الانترفيو حلو، طيب تمام هنكلمك، وممكن ما يكلموش. الانترفيو انا ما بعرفش ابعت ميل، انا مش فاهم حاجه، بس انت قدمت كومبرومايزنج في النص. قدمت صراحه. بس انت قلت لو انتوا شايفين ان انا انفع وانا في حاجات كتير محتاجه اتعلمها تعالوا نجرب شهر فور فري يعني. اديت يعني عملت ديل حلو يعني. مع اني على فكره كنت مستثقل حوار شهر فور فري ده، لان انا شهر كامل بنزل الشغل كل يوم عشان اخر الشهر ولا حاجه. ما ده كان. ما انت نزلت شهرين كول سنتر عشان بس ده كنت صغير، شهرين كول سنتر ده في اولى جامعه انت ولا عايز بتاع. تتجوز دلوقتي كنت باخد مصروف فاهمه، لكن ده انا راجل مخلص جيش يعني. عيب اروح اقول لابويا معيش فلوس، هتوجعني صح. ف ف فقعدت معاهم في الشركه دي سنه ونص مثلا سنتين. لا اتعلمت حاجات كتيره بقى يعني. بعديها عرفت اشتغل فريلانس لوحدي. فده ربنا اللي بعت لي الحاجات دي وظبط لي الحياه دي. وفي وقت قليل عملت حفلات بره مصر. اول ما خلصت جيش جات لي حفله في دبي، في حفله في الاردن، في حفله. طول الوقت كنت تتكلم على الجيرني بتاعتك، كنت دايما بتقول على وجود ربنا في حياتك. شايف عشان برضو الولاد او في القعده كده اللي هو لما بتقول انا قريب من ربنا، ربنا عمل لي ربنا في حياتي مش عارفه ايه، ما يعني بتبقى فاهم، ما بتبقاش الروش كده. احكي لي كده عن وجود ربنا في حياتنا في الوقت ده من العشرينات، شايفه ازاي؟ لا ما يعني ايه شايفه ازاي؟ شايفه مهم جدا، شايفه مهم جدا. انا على فكره في وقت ما كنتش، انا ممكن اكون ماشيها اللي هو طول ما انا مجتهد ربنا هيكرمني. لا لا لا، لازم انت تقف تكلمه، لازم انت تتكلم مع ربنا يعني. انا في وقت ما كنتش بعرف اصلي اقول حاجه غير يا رب، اصل انت شايف وانت عارف وانت فاهم الدنيا رايحه فين. فيا رب يعني، يا رب انت عارف وقول لي يعني، انت قول لي الطريق الصح ايه، انا هعمله، انا همشي فيه. وبصراحه مفيش مره اتخذلت يعني، مفيش مره طلبت حاجه او صليت لحاجه وما جاتليش او ما ظبطتش. عشان كده بتكسف من نفسي قوي لما انا اعمل حاجات مش مظبوطه، وابقى ساعتها محتاج اجي اقول يا رب، طب يا رب بانهي عين بقى، فاهمه؟
وبرضه بيعمل وبرضه احسن بكتير من انت متخيل. هي فيها كلام، هي فيها كلام، ما هو اللي انا فيه كله كده، اللي انا فيه كله كده. فلا فروش مش روش بقى، دي حاجه اعتقد مش تبقى مهمه قدام كرم ربنا يعني. من اللي هو بيعمله معانا. صح. هو الواحد كان عنده ايه اصلا وكان يحلم بايه عشان يبقى ستاند اب كوميديان مشهور، عشان ابقى بعمل بودكاست، عشان ببقى بسافر. الحمد لله سافرت بره مصر بسبب الستاند اب كوميدي، بسبب شغلي، فالواحد كان فين اصلا عشان يروح للحاجات دي؟ ما كانش في اي حاجه تقول ان احنا ممكن نوصل لده، غير ان انا بس كنت شويه مصدق يعني. ولسه يعني انا بدات دلوقتي امثل. ما هو دي خطوه برضو انا بحلم بيها احكي طول لي عمري، على اول مسلسل اول واخر حتى الان يعني. يعني. لا ان شاء الله هيبقى في تاني يعني بقول لك حتى الان، فلا مبسوط هتجنن يعني، مبسوط اللي هو حسيت بايه لما جالك الورق؟ لما جالي الورق ايه ده، انا بقى يتقال لي كده. انا طول عمري احلم ان حد يقول لي جالك الورق يلا ده. أنا حضرت للدور ازاي؟ جالي الورق. صورت نسختين عشان احس ان هو كتير. كان دور يعني صغنطوط قوي. ماشي، بس يعني كان لا مبسوط قوي، كان له ميجر مبسوط قوي. امباكت في المسلسل مبسوط قوي. وده اقول لك حاجه برضو، ما هو ده برضو كرم ربنا ان انا خدت ورك شوب مع احمد الزغبي، كاستنج دايركتور كبير قوي، وهيبقى مخرج كبير قوي قوي، انا متاكد من ده يعني. ان هو برضو صدق فيا حاجه. ما هو انا ناس كتير شافتني بس محدش كان بيبص، او محدش كان بيدي لنفسه الخلق ان هو يجرب او كده. هو وداني، طب لا روح اعمل الدور ده، يعني تعال نشوف ممكن نطلع ايه، والحمد لله عملته حلو. مش بشهادتي انا يعني، بشهاده الناس اللي خدت رايها، لا الناس تقول ان انا عملته حلو. ففكره ان حد يامن بيكي، ما دي برضو بتبقى من عند ربنا. ما هو ممكن يشوفك وتمر مرور الكرام، صح. مش حتى لو انت شاطر، ما في ناس كتير شاطر. فما هي دي ربنا، هي دي فكره ربنا يعني. طب ايه التيرنينج بوينت اللي كانت في حياتك في العشرينات اللي حسيت بولا قبلها كان حاجه وبعدها بقى حاجه تانية خالص تفكيرا وات ايفر؟ لما بدا يبقى ليها قاعده جماهيريه، يعني انا ممكن اكون كنت عايش كده اللي هو ايه، انا اللي على مزاجي هعمله. بس فكره ان انا بقيت شخص مسؤول، ان انا لازم احوش عشان خاطر انا خاطب دلوقتي، فلازم اجهز حاجات واكون حاجات، فلازم اخاف على فلوسي شويه. فكره ان انا بقيت على السوشيال ميديا في ناس متاثره باللي انا بعمله، فلازم اكون مخلي بالي قوي انا بعمل ايه او بنزل ايه. فبدات اظبط التراك شويه. انا في الاول كنت انزل اي حاجه واعمل اي حاجه ومحدش ليه عندي حاجه، يعني اللي يعرف ابويا يروح يقول له يعني، بمعنى اصح، فاهم؟ بالظبط يعني. فدلوقتي لا، بقيت اخلي بالي، يعني في حاجات بيبقى عندي فيها وجهه نظر صادمه قوي، اللي هو لا دلوقتي انا هعمل ستوري اقول فيها كذا كذا كذا. طب ليه؟ ساكت. ما تقعد ساكت صحيح، ما تقعد ساكت صحيح، هي الدنيا هتعدي كده كده. انت شايف المسؤوليه هي اللي بتحرك وقت ما بعد 25؟ طبعا طبعا المسؤوليه بتحرك، ولكن لازم والمسؤوليه بتحرك اخلي بالي برضو انا عايز ايه. ما انا مش هفضل اتحرك للمسؤوليه وابقى موظف للحاجات التانية المسؤوليه وخلاص، وانسى حلمي انا بقى وطريقي انا وخطواتي انا. ما انا لازم اوزن الاتنين مع بعض، وصعبه توزني الاتنين مع بعض، بس لازم، ومفيش حل تاني. يعني شايف التيرنينج بوينت اللي في حياتك كانت لما اتشهرت؟ لما خلصت جيش واتقدمت واتشهرت بقى. يعني تعالي نقول اتقدمت واترفضت. تعالي نقول ان انا بعد ما اتشهرت عادي كنت لسه مش فاهم. مش فاهم يعني ايه شهرة اصلا، يعني انا امشي في الشارع فحد يسلم عليا وايه ده، هو انت اللي بتعمل؟ كنت بتبسط بس مش مدرك ان ده حاجه كبيره قوي. بدات ادركها مؤخرا لما بدا يجي لي مسجات ناس بتقول لي انا كنت مكتئبه وانت اللي طلعتني من ده، طلعتني من ده، كنت هنتحر وانت على اخر هنتحر. لا اله الا الله، وانا اللي عملت كده. فدي حاجات. انا في واحد قابلته مره في حفله قال لي ان صاحب عمره، هو كان عايش في هولندا مع صاحب عمره ده اتوفى، فهو خلاص عايش هناك لوحده ومفيش صحاب ومفيش حاجه واكتئب وبطل ينزل الشغل وبطل ينزل الجامعه وقعد في اوضته ما بيعملش حاجه. فاهله من مصر هنا حد بعت له لينك فيديو ليا وقال له اتفرج على ده ممكن يبسطك يعني وبتاع. فاتفرج عادي، اتفرج، ده هو اللي بيحكي لي يعني. قال لي انا قعدت سحلت مع الفيديوهات كلها ودي كانت اول مره اضحك بعد فتره كبيره. فلما عرف ان انا عندي حفله في مصر حجز من هولندا جه يحضر الحفله. دي حاجه كبيره قوي.
دي حاجه وزي برضو حفلة الهاي فايف بتاعتكم كان في 2 قاعدين اللي من ألمانيا، وكان الراجل مش قادر ما يقعدش يقول كل شوية loud and clear انتوا اللي مهونين علينا الغربة وانتوا اللي مخلينا بنضحك في الغربة ومش عارفة ايه. دي حاجه كبيره قوي، دي نعمه كبيره قوي. عشان الناس بتقعد تقول لك هو انتوا يعني بتعملوا ايه، انتوا بتضحكوا دي فاليو، دي قيمة. هو في احلى من اضحك حد؟ الانترتينمنت ان انت تضحك حد وتخليه يضحك من قلبه ويبقى مبسوط، دي فاليو مش سهلة تماما، مش سهلة ابدا يعني. وسيبك من سهله ومش سهله، المصريين كلهم دمهم خفيف، تعالي نتفق على ده. بس ان انا اضحك حد دي حاجه كويسه. انت ايه ضايقك في ان انا ما بضحكك يعني؟ ما انت ما تضحك يا عم وتتكل على الله يعني. انت لازم اديك فلوس يعني بعديها؟ طب كلمة ان يتقال عليك شغال ايه، شغال كوميديان بيضحك الناس، إيه مع اهل سارة مثلا، كانت عادي؟ ما كانتش عادي، بس خدي بالك، ما انا برضو في حته ذكاء يعني. ايه بقى؟ انا لما رحت اتقدم اللي هي رسميا بقى المره التانية، وانا بقى لما اترفضت اول مره ونزلت الايجنسي اللي انا نزلتها وكنت باخد مرتب حلو، وجات لي حفلات بره مصر، فبدات اعمل فلوس كويسه، وحفلات مع مصر فبدات اعمل فلوس كويسه اكتر، فحوشت رقم كويس في 5-6 شهور في وقت قليل جدا، فالحمد عايز لله. ايه يا انكل بقى يعني؟ قلت له تعالى تعالى نقعد تاني، ممكن نعيدها. فرحت قعدت معاه تاني، قلت لهم ان انا شغال في شركه وعندي كذا كذا، ما بعتش ان انا كوميديان يعني لوحديها، كان ممكن اترفض تاني حتى لو معايا ملايين. طب ودلوقتي are they proud؟ ما بيتدخلوش في ده بصراحه يعني، عشان برضو ما بقاش مفتري يعني، ما بيتدخلوش في ده طول ما الدنيا ماشيه تمام وانا عارف مش هي مبسوطه. مش احنا، مش اصل دي حياتنا وده طريقنا، فلازم احنا الاتنين بس نقرر احنا هنستحمل ايه وهنعيش في ايه. ما ينفعش حد يقرر لنا. ليهم حق يخافوا عليها ويعرفوا ويبقوا فاهمين ايه اللي هيتم، بس في الاول وفي الاخر انا وهي دي حياتنا احنا يعني، فاحنا عارفين نظبطها الحمد لله، فماشيه. اصل فكرة الستيريوتايب بتاعت بنتي ما تتجوزش مثلا فريلانسر، وانتي ما تتجوزش حد مش ستيبل في انت سبت شغلك. وده انا بعلنه دلوقتي يعني، هم اعتقد ما يعرفوش. لا هم بيتفرجوا على كل حاجه انت بتحطها يعني. ان شاء الله هيزهقوا بدري. هيزهقوا قبل ما نوصل لنص الساعه الاولى. لا عادي هم ما يعرفوش ده، بس انا بدور على شغل تاني يعني. لا بدور على شغل يعني تاني عشان يبقى لي دخل ثابت، عشان الاستقرار المادي والدخل الثابت بالظبط. وعامة لازم خدي بالك، هو لازم يبقى عندك دخل ثابت، يبقى عندك بيزنس خاص بيك، عشان انت مش ضامن الدنيا فيها ايه يعني. ما انا كنت برضو بدات اوصل لحته كويسه قوي في الستاند اب كوميدي، وبعد كده جت كورونا فالمسارح قفلت، صح، وانا ما كانش عندي، مش عارف ممكن توديك على فين بعد كده. فهنعمل ايه؟ قعدت 1.5 سنة بصرف من اللي معايا، لكن ما فيش حاجه جديده بتيجي، فكارثه. فلازم الواحد يعمل ده. نفسك تلاقي نفسك فين قدامك؟ ايه 3 سنتين على 30؟ قدامي 2 على 30. عايز تلاقي نفسك فين بعد السنتين دول ما يخلص؟ يعني بعد فتره العشرينات كده ما تخلص، فولا المفروض يكون فين؟ خلال 2 مش عارف ده قليل ولا اللي انت عملته 5 شهور، 2 مش قليل. بس نفسي مثلا ابقى اتشهرت كممثل، او مثلت كتير يعني. أوكي. اكون عملت كذا حاجه يا رب. أوكي. نفسي وانا على 30 اكون عملت ده، ابقى في قمه سعادتي. ما هو ده يعني، ما هو ده كده ابقى بدات احقق حلمي الحقيقي بقى. ما هو انا حلم حياتي ابقى ممثل، وكل الحاجات اللي انا بعملها ستيبس، فان انا الاقيها بتقرب. انا اصلا كان عندي مشكله ان انا لما بعمل خطوه كبيره قوي، سواء مثلا ان انا اعمل بودكاست وكنت مبسوط قوي بالخطوه دي وبقى لي قاعده جماهيريه حلوه قوي، او ان انا اعمل حفله ستاند اب كوميدي في مكان. عملت حفله في زيت بارك قدام 2500 شخص، فكان بالنسبه لي تجربه جديده. وان انا اعمل حفله في دبي، وان انا اعمل حفله في الاردن، وان انا اسافر وبتاع والكلام ده، كل دي كانت خطوات كبيره قوي في حياتي ما كنتش احلم بيها، بس ستيل مش عارف افرح بيها الفرحه اللي هي هو ده بقى. لا عشان مش هو ده بقى، فاهمه؟ انا عايز ابقى ممثل. لحد ما كنت بتكلم مع طه دسوقي، اكيد عارفه طه دسوقي، 1,000,000% يعني. فقال لي حاجه حلوه قوي يعني، انا بحبها ودايما بخليها تنور في دماغي عشان اتبسط. قال لي ان احنا ممكن لما الحاجه اللي احنا عايزينها تيجي قدام، يعني ما انا ابقى ممثل قدام، ما يبقاش ده قمه سعادتي، فهبقى خسرت كل فرحه الحاجات اللي فاتت. ممكن فقال لي استمتع بالرحله بقى، يعني لما تاخد كل خطوه افرح بنفسك، يعني سقف لنفسك، ده يبقى مفيد جدا اصلا عشان تقدر تكمل.
مش اللي هو خلاص الحمد لله ونقفل الصفحه ونشوف اللي مش زي النادي الاهلي كده. خلاص خدنا بطوله النهارده هنركز بكره عشان عندنا ماتش مهم. فقال لي لا، اقف وقفه وافرح وشوف انت عملت ايه، شوف انت وصلت ليه، وشوف وصلت له ازاي، شوف انت تعبت قد ايه عشان تبقى في اللحظه دي، ما تعديهاش مرور الكرام كده. فبقيت اعمل ده دلوقتي، يعني مؤخرا بقيت اعمل ده، بقيت اتبسط بالحاجه اللي بعملها واديها حقها واتكلم واقول انا هنا عملت كذا، انا هنا وصلت لكذا. فده بقى فارق معايا جدا اصلا، بقى مديني طاقه ان انا فعلا تعرف تكمل. اعرف استحمل حتى حاجات تانية كتيره يعني. طب انت بولا لو سألت، لو مش سألت، لو هتقابل بولا وهو اول العشرينات تديله نصيحة او تقول له حاجة؟ هقول له غير البنطلون ده عشان كان عندي بنطلون قوي لما بروح الجامعه مقرف جدا. اقول له غير البنطلون ده تعالى نتكلم. كنت من الناس اللي هي متضايقه ببنطلونات في العشرينات دي. انت كنت تلبس بقى اللي هم السليم اللي عايزين يشيلوا بالسكينة دي، يا ها؟ خبر يا اسود، ما نهار اعرفش ليه اسود. اصلا، ليه كان في فقرة كده كل الولاد بتلبس هي شوطه، البنطلون كانت ده. شوطه كانت شوطه. كانت وحشة قوي برضه. اصل خدي بالك، ما هو ده السوق، ما هو ده اللي بننزل نشتريه نلاقيه. هبقى الناس كلها لابسه زي وانا الوحيد اللي لابس واسع، ما انا هبقى عبيط جدا فبلبس زي ومن رجلين من تحت من قد كده كنت الله اعلم ان انا لابسه دلوقتي دوت كمان 5 6 سنين والله عندك حق. جيت اتفرج على الفيديو يقول ايه العبط اللي انا عارفه. مش عارف مش عارف. طب غير الواحد البنطلون الواحد طيب. بيمشي مع الدنيا زي ما هي ماشيه يعني. طب غير البنطلون غير البنطلون لو بجد يعني. اقول له ايه وانا هو اول العشرينات؟ تقول ايه لنفسك في اول العشرينات؟ اقول له كمل، يعني انت تمام، خليك زي ما انت كده، وما تغيرش حاجه، يعني خليك زي ما انت، خليك بس مصدق. بنطلون بس يعني لو غيرت البنطلون هيبقى تبقى احسن. تبقى انسان محترم، ولكن صدق. اوكي. طب شكل علاقاتك كانت عاملة ازاي وانت في العشرينات، قبل 25 وبعد 25؟ شكل علاقاتي علاقاتك بصحابك بقى، بالناس اللي حواليك، لما قبل الجيش، بعد الجيش، لما اتشهرت، دايرتك بقت عاملة ازاي؟ بقيت بتنقي الناس اللي تبقى في حياتك ولا لأ؟ بقيت حاسس ان ولا زي ما هي عادي، ممكن تبقى زي ما هي، بس انا في حياتي دايرتي صغرت غصب عني، دايرتي نقيت فيها ناس معينة غصب عني، وفي ناس نقيتها بمزاجي عشان خاطر دول اللي عارفين يمشوا معايا في هذه المرحلة من حياتي مثلا. ف دي experience ده ولا لا اللي معاك من الأول معاك لحد دلوقتي؟ في ناس من اللي كانوا معايا في الاول معايا لحد دلوقتي، ولكن بص انا موضوع صحابي ده بالنسبه لي بيلمس عندي في حاجات مش رخمه، بس حاجات بتوترني. ليه؟ عشان انا صحابي كل حاجه، صحابي كل حاجه، يعني انا ما اعرفش اعيش من غير صحابي. اوكي. وساعات بهرب اروح للقعده دي، اهرب من اي حاجه واروح اقعد القعده دي. مفيده نفسيا ليا كمان. فانا خايف من حاجه، خايف اتصدم في حاجه ما تعجبنيش، خصوصا ان انا يعني حد مقرب قوي ليا من اصدقائي القريبين قوي 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 قوي. بقول لك بالذات مؤخرا سمعت ان اقرب حد ليا بيقول حاجات مش تمام في ظهري وانا عرفتها، وما كانش عندي الجرأة، مع ان انا صاحب حق، ما كانش عندي الجرأة ان انا اواجه او اقول له انت ليه عملت كده او ليه قلت كده، عشان خايف من حاجه اخسره. خايف من خسارة. فقلت انا هتعامل زي ما هي ماشيه همشيها، بس هخلي بالي بقى، يعني خلاص هبقى عارف ان هنا في اكس، ولكن اخلي بالي عشان انا ما بحبش يعني، ما اصل احنا شله، والشله دي لما يبقى فيها 2 ما بيتكلموش، فالشله دي هتتفصص واحده واحده، فيا اما انا اسحب نفسي فلا انا مش عايز اوصل للقصه دي، لان انا بالنسبه لي هم حاجه كبيره قوي عندي. ليه تفتكر ليه؟ يعني بيفولفلوا ايه عندك، او يعني بيملوا ايه عندك، حاسس ان هو مهم قوي كده، في خسارتهم بالنسبه لك تخوف؟ ما جدعنه، في مواقف جدعنه، في ناس فهماكي، في ناس قصتها شبه قصتك، فاحنا الاتنين عارفين احنا بنعاني من ايه، فممكن ساعتها نبقى احنا الاتنين مش قادرين نتكلم، بس احنا الاتنين فاهمين احنا في ايه، فتمام هنعرف ايه اللي يرضينا. في ان احنا هنا بنروح نقلع بقى اي حاجه ونتكلم، نعبط، في هنا بتظهري جانب عبيط عندك جوه دماغ الانسان مش عارف اظهره في اي حته تانية. فهبقى حر، هبقى براحتي اكتر ما انا براحتي في بيتي كمان، فاهمه؟ اوكي. فانا بحب قعده صحابي دي قوي. شايف قعده الصحاب الولاد دايما انا مفيده؟ بتكلم عن قعده صحاب الولاد عامه. ايوه بس انا على القعده دي شايفها دايما مفيده. قعده الولاد بحس دايما ساعات ان هي سبيشالي قبل 25 سنه، يعني على 25 وفيما فوق بيبقى الولاد ابتدوا كل واحد يتسحل في مسؤوليات معينه،
اللي صاحب طلع بقى لا ده هيخطب فاحنا لازم نحترم الحوار مش عارفه ايه، بس قبلها انا عايزه اعمل فيديوهات مثلا. ايه يا عم العبط ده والهبل ده، يعني انا زعلان. ما انا مقهور. بحس قعدة الولاد ممكن ما يبقاش ده في دايرتك انت، بس في دايرة الولاد عامة ممكن قعدة الولاد تبقى مؤذية، لان هي الولاد عامة او الرجالة سبيشالي في الكوميونيتيز اللي حوالينا مش متعودين ان هو عادي ان هو يعبر، عادي ان هو يقول انا اتكسرت هنا، انا اتجرحت هنا، انا فلست، انا مش عارف اطلب فلوس من ابويا، انا اترفضت من اللي انا بحبها. ايه يا عم ماشي يعني ما هتجيب، فاهم؟ فشايف ده بيحصل فعلا ولا لا؟ وممكن تبقى تلاقي ده بس انت مش حاسس ان ده بيحصل في الولاد عامه ان هم بيحصل طبعا، بيحصل طبعا، وبيحصل في يعني ما ما هي دي الميزه بقى، ان احنا ايه، بنواجه بعض بالحقيقه يعني. دي ميزه ان انتوا بتعملوا كده. ما حدش هيجمل الكلام ماشي للتاني، اوكي. يعني انا اترفضت يا رجاله طب ما انت لازم تترفض وانت عندك حاجه اهبل، انت كنت مستني. فاهم بقى الكلام هيروح فين؟ انت تبقى عبيط لو ما اترفضت. فنفضل بقى ان طب ما طب ما هو فعلا. فلا احنا بص، احنا اذينا ناس كتيره برضو في حياتنا الصراحه، ودمرنا نفسيات كتيره يعني، ربنا يسامحنا عليها. ولكن ما هي مع الوقت برضو القعده دي بتقل، لان كل واحد بينشغل في حاجه، كل واحد بيشوف طريقه، وكل واحد بيشوف بس انت شايف حاجه ارتباطاته. بوزيتيف جو اللي هو طب ما انت لازم تترفض وانت في ايه؟ طب مش بوزيتيف قوي، بس لازم خلاص ما خدي بالك في ثغره في قعدات الرجاله. ايوه انصح اي راجل ما يبينهاش. اللي هي ايوه ما تقولش نقطه ضعفك. في قعده الرجاله. هتتهرس، هيتداس عليها تماما. يعني احنا مجرد ما نبقى قاعدين مثلا كجروب، ونعرف ان الشخص ده بيتضايق من الحاجه دي، ده بيبقى اكل عيشنا. ايه يا جماعه نفضل ده؟ نعمل دي لحد ما انت يموت بقى. شايف ده عادي يعني؟ لا طبعا، ما عشان كده بقول لك ما يبينش. فده طب بس دي مش حاجه سيف مش انفايرمنت حاجه خالص كويسه يعني، دي خالص. حاجه انا وحشه ما انا قوي. بقول لك يعني مش حاجه كويسه خالص، وربنا يسامحنا عليها. يعني حاسه ان احنا ولكن من موقعنا هذا نقول للولاد يحاولوا يبقوا ألذ مع بعض شويه، مش لازم زي لازم البنات لو يا لازم حبيبتي يا حرام وكده، يعني احنا اه بنطبل لبعض زياده عن اللزوم، وانتوا بتدوا لبعض في دماغ بعض زياده عن اللزوم برضه، ما م- م. نحاول يعني انا صح افتكر صح، قوي. خدي بالك انا معاك، انا ما بقولش ان احنا صح، احنا اكتر ناس غلط في الدنيا. مش معترض. لا بس انا افتكر أما كنت مرتبطه بشخص وكان بيحكي لي عن عاده الولاد وكده، انه لما احنا بقينا مع بعض سمع مني لانجوج او لينجو مختلفه من التشجيع. كان لما يروح يكلم اي حد من صحابه الولاد بياخد كلام زي الزفت، فحاسس ان هو فعلا كده، هو فعلا مش شاطر، هو فعلا انت بقى هتقعد تكلمنا على الحوار ده كل شويه بتاع يا عم هو ما فيش غيرك عمل كذا كذا كذا، ما في غيرك، مع انها سف لمجرد ان احنا واحنا قاعدين على قهوه بالليل هنضحك. بس هي لما بيبقى في شويه بقى ماتيوريتي ونضوج ايموشنال، ايه القرف اللي احنا كنا بنعمله في بعض ده احنا كرجاله مع بعض على قعده ما انا القهوه ما دي. انا لما كبرت مؤخرا بدات لما اشوف ان ده لا مش صحي ومش تمام، فلا بدات اقلله خالص، يعني ان احنا نبقى متنمرين زياده عن اللزوم، ونبقى فزين قوي كده في ان احنا نبوخ، حتى لو دي كانت حاجه تبسطنا في وقت من الاوقات. فهيجي وقت خلاص ولازم تموت، يعني ما احنا بنكبر، مش يعني هنكبر. اللي محشورين في اول العشرينات وولاد قاعدين مع بعض على القهوه نقول لهم يخفوا على بعض شويه دوز يعني. مهما قلتي والله العظيم ياما بس ناس نصحتنا، فانا مش هنصح. مش هنسى، هو ده الديفولت يعني بتنزلوا عاملين كده. طيب مفيش شله ولاد ما مش مؤذيه نفسيا لبعض. دي حاجه كارثه. ايه يا جماعه عايزين ده؟ توعيه، ده توكسيك ماسكلينيتي موت. عايزين توعيه. بجد بامانه انا بشوف ان الولاد وحته الايموشنز وكده مهدور حقها قوي في المجتمع كتوعيه عموما. يعني اقول لك حاجه، انا واحد صاحبي لسه مرتبط قريب، دي اول مره في حياته يرتبط، مش عايز اقول اسمه يعني. عملتوا فيه ايه؟ لا ما عملناش فيه حاجه، ماشي. ولكن هو نفسه اول مره يرتبط، فاول مره يشوف هذا الجانب في الانسانيه يعني. ففي مكالمه كده بتبقى بالليل قبل ما تناموا، عارفه اللي هي بتلخصي فيها يومك وبيلخص فيها يومه، وخلي بالك من نفسك وخلي بالك من نفسك وتصبحي على خير طالعين على جمل مش داخلين ننام اهو. فهو كان قاعد مره بيتكلم معايا، قال لي هو في كده؟ هي الحياه فيها كده؟ فهو ما كانش عايش يعني. ده عشان عمل مكالمه بالليل بقى. تعملوا فيه ايه يا جماعه؟ لا يا بنتي احنا مالنا، انت هتلبسينا اي مصيبه ماشي خلاص انا اسف. طيب هنرجع للستاند اب كوميدي. فاكر اول حفله عملتها؟ طبعا طبعا. احكي لي. اول حفله عملتها انا كنت في الورشه مع علي قنديل.
وكنت مقدم على بجد؟ اه انترستنج. كنت مقدم على الورشه دي ان هي حاجه تعلمني اساسيات مسرح. في الاول وفي الاخر هي كده مش تعلمني، يبقى دمي خفيف، ولكن انا كنت حبيت الستاند اب كوميدي واتسحلت شويه مع الفيديوهات اللي على اليوتيوب وكده، وعرفت ان هو بيعمل ورشه وكاتب في الورشه هيعلم كذا وكذا 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 وكذا، فاساسيات مسرح كلها يعني. فقلت اروح ورشه مسرح يعني، ما عادي، وانا بحب علي قنديل، ففكره اكشلي هو ده اللي مميزك قوي، ان انت خدت باين على وقفتك أوكي. على الستيج، انت بتمثل كل حاجه بتقولها بجد. ده اللي مخليك يعني عندك الحته الديفرنت بتاعتك، الحته دي انا بحب المدرسه دي يعني، بحب المدرسه الحركيه دي اللي هي بتوصف كل انا مش حاجه. بزعق، انا صوتي كده. كل مره بتقولها بتمثلها بجد كانك اول مره بتمثلها، ده مسرح. عشان كده انا بحب قوي في الستاند اب كوميدي في مصر يعني طه دسوقي وعلي قنديل، عشان بحس ان هما الاثنين اللي واخدين الجانب بتاع ان احنا هندي حته تمثيل كده ب2 جنيه تمثيل وسط الستاند اب كوميدي، فبشوف الصوره كامله يعني، فانا بحاول اعمل ده انا كمان، فبتبسط قوي. فالمهم خدت الورشه دي وعلى امل ان انا هتعلم يعني، وصباح الفل يعني، ايه اللي هيجرى يعني، مش عارف ابقى ستاند اب كوميديا ولا لا. فنجحت في الورشه وبقيت ستاند اب كوميديان، وعملت معاه اول حفله في حياتي على على المسرح بتاع ساقية الصاوي. اوكي. قاعة النهر 500 نفر ولا 600 نفر قاعدين. حسيت بايه لما الناس ضحكت على اللاينز بتاعتك؟ بارتياح. حسيت بارتياح. الحمد لله طلعت بضحك. لا لا لا، هموت، سكتة قلبية، سكتة قلبية، سكتة قلبية، لأن أنا قبل ما أطلع حتى على الستيج كنا في يعني كنا في يوم مش حر أعتقد، كنا في بداية شتاء أو كده، وأنا بجيب مية من كل حتة، هموت. وطلعت على الستيج شايف المنظر. أنا الكلام اللي أنا بقوله ده عامل عليه بروفا دي شليون مرة، بس أنا ماسك المايك ايدي اتشلت على الوضع ده. تترعش جامد جدا، وباين جدا باين جدا النص التحتاني بيترعش يعني، ما باين لاي حد قاعد ورا خالص حتى. لحد ما بدات اقول ها ضحكوا خلاص بقى، فكيت ارتحت طبعا، ارتحت وكنت قاعد تقريبا 10 دقايق وربع ساعه، عدوا عليا 9 سنين، كبرت، نزلت شعري من بيض يعني. قلت لهم لا يا جماعه ده الحوار مرعب قوي. عذاب. مرة بتتعلمي حاجة، فبتاخدي خبرة هنا، فبتعملي حفلة وحشة، بتعملي حفلة أوحش، طب هبطل، لا طب هحاول تاني. فهي بقى الممارسة وإن أنا كنت مصدق يعني. حتى في مرة من المرات علي في الورشة قال لي أنت عارف أنا اخترتك ليه؟ إن أنت الناس اللي نجحت يعني في الورشة. قلت له عشان أكيد يا إما ماتيريال حلو يا إما دم خفيف. قال لي لا ده ولا ده. قال لي عشان أنت مصدق إن أنت في وقت من الأوقات إن أنت لو حصل أي كارثة وأنت على المسرح أنت هتكمل. يعني انت الموتو بتاعك في عشريناتك انا مصدق، انا هعرف اعملها، انا هوصل، مش مهم. عشان خدي بالك ولو مفيش بديل. ولو ترجع نفسك زمان هتقول له خليك مصدق وكمل وتمام. يعني ايه مفيش بديل؟ ان انا مبقاش حاسس ان انا مصدق. عشان لو ما صدقتش هعمل ايه؟ ما انا مش عارف اكمل، فاهمه؟ هبقى عادي، هبقى شخص عادي، وانا مش حابب ان انا ابقى شخص عادي خالص يعني، مش جاي معايا. يعني انت لو هتدي لحد من اللي بيتفرج عليك دلوقتي ولد لسه مخلص جيش، مش طايق حياته، صحابه كلهم سبقوه ومعوش 2 جنيه في جيبه، وبيحب واحده مش عارف يروح يتقدم لها، I think you were there. يعني كان في مش 2 جنيه، كان في شويه زياده. مش عايز اقول كلام عشان الكلام ممكن يبقى سهل قوي، بس اللي عايش الموقف الحياه قاسيه لاقصى بس درجه. اللي عايش الموقف لو شاف حد تاني كان في نفس الموقف واهو هي على الاقل كنت معدي، تقول له ايه؟ ما هو لسه خدي بالك، لسه ان انا اقول حاجه شبه دي، عشان انا مؤمن بحاجه برضو دي يمكن اول مره اقولها، ان قصتك بتاعتك لوحدك، ما تعلنش عنها غير وانت في قمه نجاحك. ما تطلعش تقول لي انا عديت بكذا وانا مشيت كذا وانا خطبت وانا اتجوزت. طب ايه قمه النجاح يا بولا؟ قمه النجاح لسه مش انا لسه مش عارف ايه قمه النجاح يعني، ممكن ما اعرفش. انت لو عملت فيلم وعملت بطوله وعملت فرحت، ممكن تكون دي وقتها قمه النجاح بالنسبه لي، ولكن وقتها هحط لنفسي حاجه تانية اكيد. فاللي اقصده ان انا الحاجات اللي انا عاملها دي في نظر الناس تانية ممكن تكون حاجه عاديه. ما هو مصر كلها خطبت، ما هو الناس كتير اتجوزت، ما هو مش عارف. فلما انا اجي اقول لك انت عشان تخطب او تتجوز لازم تصدق ولازم يا عم انت بتقول ايه؟ انا مش لاقي اكل، وهو فعلا مش لاقي ياكل، فانا هقول له ايه؟ فانا قلت لك في الاول وفي الاخر ان اللي ساعدني في ده كان ربنا. فمفيش خطوات، مفيش كتاب امشي عليه او كتالوج عشان يقول لي المفروض اوصل لايه.
مش كده، لو كده ما كانش حد غلب. هي كل واحد ليه قصته، شوف انت عايز تعمل ايه واعمله. كنت بقول لك انا بتعصب جدا جدا لما بتفرج على حاجه والاقي حد بيقول لي خطوات النجاح، او عشان تنجح لازم تعمل كذا وروح لكذا وذاكر كذا. يا عم لا، يا عمي لا، انا غيرك، انت غيري، انت اللي عديت بيه غير اللي أنا بعدي بيه في طريقه غير طريقي. فاحكي لي قصتك، قول لي ان انت نجحت كده وانت عملت كده، وانا بقى يا صدق يا ما صدقش، يا اقتنع يا ما اقتنعش، لكن ما تدينيش خطوات، لان هي مش بخطوات. عشان كده انا عمري ما اعرف اقول بصراحه ايه اللي انا عملته عشان خاطر انجح، عشان انا ما عملتش حاجه. انا صدقت وحاولت ومشيت وربنا كرمني، فهي كده. طب اسالك سؤال تاني. حاسس انه بانك عايز تمشي في سكه التمثيل، فاحنا في سكتين في مصر كده فيهم شويه كعبله، الكوره والتمثيل. لو الشخص مسيحي، مم. حاسس ان الحوار ده وقف معاك في حاجه، ولا كان عادي انك انت ما اسمكش مثلا كريم مش عارفه ايه، لا بولا صامويل بولا سامو، بولا سامو الصليب بيطلع لوحده كده، الصليب بيطلع. الكنيسه بتطلع من ورا. اوكي. فحسيت ان ده وقف معاك في حاجه وقف معايا ولا وقف ضدي؟ ضدك يعني في وقف حاجه؟ ضدي في حاجه. حتى الان لا. وده يمكن ناس كتير بتستغربه من صحابي المسيحيين اصلا، اللي هو اصل خدي بالك انا اتشهرت كستاند اب كوميديان الاول، فالحمد لله الاسم لمع في مجال الستاند اب كوميدي من غير ما حد ياخد باله. ففجأة بقى في بولا صامول، فجأة بقى على النت في اليوتيوب في بولا صامول، فجأة بقى بولا صامول في ناس كتير بتحبه وناس كتير بتكلمه. ففكرة ان حد يقف ضدي عشان مسيحي، مش عارف، لسه ما واجهتهاش. الحمد لله، دي حاجة كويسة جدا. وناس كتير بتستغربها، مع ان انا بحس ان هو ده المفروض يبقى طبيعي. انا شايفه كمان كده، في واحد بس كان احنا كاتب لي ما عندناش لاعب كوره واحد مثلا مسيحي. لاعب كورة، ما دي حاجة اسمه هاني كارثة. رمزي، مثلا 90 هاني سنه رمزي مثلا حاجه كده، مفيش بقى خلاص مم. خلصنا. فلا يعني الاوبورتونيتيز بتقف على الديانه. فانا مبسوطه ان في فيجر. كان في واحد كاتب لي مرة على فيديو والله دمه خفيف قوي، خسارة يدخل النار. وانا برضه بيجي لي كومنتس دي فهو دلوقتي اصلا، يعني احنا از وي سبيك كده يبقى في حد يقول لي هو جاب النتيجة من كنترول يعني. هو عارف والله دمه خفيف. يسقط في دي. ده يدخل النار، ده طب ما بيضحك. طب فولا اخر حاجه في الحلقه، عشان انا ممكن اقعد اكمل ساعه كمان بجد. انا حاسه مبسوط احنا قوي ممكن والله. ننزل نقعد بقى انا خلاص، انا بخاش ما يلزمنيش يعني، كان نفسي اطلع. كان نفسي اطلع معاه، بس خلاص انت عوضتني يعني. بصراحه كيف حالك؟ بصراحة. تمام. طيب فكرة انك مسيحي ما عملتش أزمة، ودي حاجة لذيذة. اسألك سؤال تاني برضو، الفلوس بالنسبة لك ايه؟ عشان بحس علاقتنا بالماديات فيها ايرور يعني. فكرة ان انت تعرف تعمل فلوس حاجة، انك تعرف تكبر فلوسك حاجة. في حد بيخاف من فلوس عادي، بيخاف يعملها، تخاف تغيره، تخاف تخليه. علاقتك بالفلوس عاملة ازاي في عشريناتك؟ مش كويس، علاقتي بالفلوس مش كويس. ليه طيب؟ مش كويس. عارفه البنت اللي هي اسمها ايه دي؟ ما علينا. علاقتي بالفلوس ايه؟ خدي بالك برضو انا يعني مش نجيب ساويرس يعني. ماشي، بس ابتدينا تمسك فلوس. اللي تعيشني، مش الفلوس الطائله يعني اللي تخليني ادوس على الخلق. لا بس انا مش خايف عامه ان انا لو مسكت اوكي فلوس. فلان، يعني لو مسكت فلوس طايله ما تدوسش على الخلق. لسه بصلح. اتفضل. لو مسكت فلوس طائله، لا مش خايف من ده، عشان انا عارف نفسي وعارف الفلوس بالنسبه لي ايه. مش عايز اقول ولا حاجه عشان مفيش حد في الفلوس بالنسبه له ولا حاجه. بس مش مؤثره قوي، طول ما انا معايا اللي يمشيني انا ببقى تمام. ودي مشكلتي مع ساره. اللي هو يا ابني احنا محتاجين نحوش. طب انا ساعات بيبقى في اوقات في جيبي جنيه ويجعني اروح، لا هاكل واروح ماشي، فاهمه؟ عايز اتبسط لاخر درجه. فانا بالنسبه لي الفلوس مش اللي هو لا لازم اخلي بالي ولازم. فانت ليه شايف علاقتك بيها وحش طالما هي بتبسطك؟ عشان بحسب علاقتي بساره. لا مش ساره، مش ساره، الفلوس. لا اللي هو يعني عشان ساره دايما عايزاني احوش واخلي بالي وبتاع، وانا بالنسبه لي طب ما هي بتروح وتيجي، ما هي يعني اللي راح ده هيجي زيه تاني، فتمام صباح الفل. اتاري ان لا، لازم اخلي بالي ولازم احوش. ايش عرفك ان الفلوس هتيجي تاني؟ ايه اللي يخليك متاكد يعني؟ مش انا بشتغل؟ حصل لك الشر عنك يعني، حصل لك حاجه بكره ما بقتش قادر تشتغل. صح، ما هو عشان كده، ما هو ده بقى الكونسبت اللي ساره على طول بتقوله لي، اللي هو تحت اي ظروف. ما هو لازم في العشرينات في جمله معروفه كده بتاعت تحت اي ظروف دي.
يعني اصل العشرينات لازم تبقى ابتدي يعني في فقره انا اول ما مسكت الفلوس بقى خلاص فبدلع نفسي. امم وكنت اصلا كنت ماسك على نفسي قوي لما كنت لسه ببتدي. امم فاول ما ابتديت امسك بقى فلوس بقى انا بالنسبه لي كان افراط في الصرف غير مبرر. لمجرد ان انا حاسه ان انا هعملهم تاني مش انا اللي عملتهم وبتاع هعرف اجيب تاني وبتاع لحد ما وقفت مع نفسي ايه العبط ده يعني ايه الهبل ده ما هو يعني لا وقفي شوفي هتحطي ايه فين وهتبتدي تعملي ايه عشان انا دلوقتي كمان 10 سنين لما ابقى في الثلاثينات بقى ولا في اواخر الاربعينات وكده انا مش هبقى بنفس الطاقه ولا نفس الكونسيستنسي ولا نفس القدره ولا اي صح. حاجه. فطبيعي عايزه اعمل عايزه اتبسط وانا برضو بعمل فلوس عشان اتبسط بيها بس عايزه ابقى مايندفول شويه انه لا هي مش تفضل كده طول الوقت. فعشان كده علاقة الناس بالفلوس محتاجة يبقى ليها برسبكتيف شوية مختلف انه زي ما كنت بتفرج كده على فيديو انه اللي بيقبض 50,000 جنيه هنا وبيقبض 50,000 هنا ده ممكن يبقاش لاقي كل اخر الشهر وده بيتغني كل يوم زيادة عشان ده عارف مع ان الاتنين بيقبضوا مبلغ مش قليل بس ده عارف يعمل بيهم ايه كويس او لا ده اللي بيصرفهم بيبعزقهم طول الشهر عشان عارف جايب معايا 50,000 جنيه انا هصرف ال 50,000 جنيه دول كيف اصرف ال 50,000 جنيه اول ما اقبضهم وفي معايا 50,000 جنيه انا باخد 20 كيف اخد ال 30 دول اعمل بيهم حاجه تاني وانا بس معايا 20 مم. صح صح. انا عشان ما انا اتخانقش مع معاكي سرايا. مليون في المية في ده. ومؤخرا بقيت احاول اعمل ده برضو عشان لازم عشان فعلا مع مرور الوقت والزمن والسن فالانتاجيه مش تبقى هي يا رب تبقى اكتر بس مش منطقي بس تفضل مش تبقى انتاجيتك هي وانت طبعا. بتكبر تفضل هي. فالواحد لازم يخلي باله. ولكن انا اصلا برضو وانا صغير ما تربيتش ان انا احب الفلوس وما احتاجتش ان انا احب الفلوس. يعني كان الحمد لله اي حد في اهلي بطلب منه حاجه بتيجي فتمام. انا ما اعرفش بتيجي ازاي موجوده. يعني ما شقتش برضو وانا صغير قوي في ان انا ادور على فلوس او ان احنا معناش فلوس او في اوقات كتير ما كانش بيبقى في فلوس في البيت. ده عرفته لما كبرت بس عمرك ما عمرهم حسيت ما اعلنوا ده. عمري ما حسيت ده فكنت طفل تمام. طفولتي طلعت تمام يعني. طب علاقتك عامله ازاي باهلك وفي العشرينات المفروض علاقتنا باهلنا تبقى عامله ازاي؟ آه، مش عارف علاقتي بتبقى اهلي تبقى عامله ازاي في العشرينات. فالمفروض طول الوقت علاقتي باهلي تبقى يعني اشبع منهم. طول ما عندك وقت فاضي ما بتعملش فيه حاجه اقعد معاهم. لازم تشبع منهم. انا عندي هاجس كده مرعب في دماغي بتاع بعد الشر لو حد في اهلي ما بقاش موجود. مش عارف. عشان كده انا عارف ان لسه في حياتي ايام صعبه انا لسه ما عدتش بيها. يعني حتى لما باجي اتكلم عن صعوبات انا حتى لما باجي اصلي دايما بقول يا رب يومي قبل يومهم. يعني انا مش انا اناني في الحته دي شويه. ممكن اللي هو هم اكيد هيزعلوا جامد بس ربنا معاهم بقى. انا ممكن ما اقدرش استحمل حاجه زي كده. خصوصا ساعات لما ببقى مثلا قاعد مع بابا بنتفرج على التلفزيون قبل بقى المسلسل اللي عملته ده وكده. يعني فالحمد لله وانت ده مت في المسلسل وهو عيط يا وبتاع حبيبي. لا سيبك من القصه دي. مثلا بنتفرج على حاجه مش بتاعتي يعني. فهو امتى اشوفك في التلفزيون بقى كده زي الناس دي. فانا بالنسبه لي بيجي في دماغي انا عارف ان انا ان شاء الله مع الوقت هبقى ممثل مشهور وابقى شاطر وهظهر. انت تبقى مستنيني فاهم ايه اللي بيجي في دماغي. فده بيخوفني شويه ان هم يروحوا ف على قد ما انا مقصر طبعا جدا في ان انا اقعد معاهم او ان انا اديهم وقت او الكلام ده. بس ده بحكم ان الحياه بقت سريعه قوي ودمها تقيل قوي والواحد ما بيصدق يروح يرتاح. بس دايما بيجي برضه في دماغي اللي هو طب هم مالهم فاهمه. فبروح انكش اقعد اهزر احكي بتاع وانا علاقتي بيهم كويسه يعني. انت بس اكتر حاجه بتخوفك عموما الفراق ايا كان نوعه؟ ولكن فراق اهلي بشكل كبير. يعني انا ما اقدر على فراق اي حاجه تانية عادي. اصل صحابك انت اللي يخوفك ان ده إن تتفرقوا اهلك انك الفرق بنوع لان انا اوحش شويه. اخويا سابنا من وانا صغير. كنت في ابتدائي مثلا تالتة ابتدائي او تانية ابتدائي وهاجر راح عاش في امريكا. انتيمي كان صاحبي من واحنا في اعدادي. فثلاث سنين اعدادي وثلاث سنين ثانوي وسنه جامعه يعني 7 سنين. تاني سنه في جامعه اهله خدوه وهاجروا برضو امريكا 2013 وده انا كنت كبرت فاهمه.
يعني انا عملت صاحب، فاهمه؟ فان هو فجاه ما يبقاش موجود، القصه دي. فبرضه تعبت قوي وقتها، واثر فيا ده جامد يعني. فعشان تكوني بقى ده تاني وتدخلي مع صحاب جديده في دايره جديده، في الحمد لله ربنا كرمني بصحاب جمال جدا يعني. ولكن الاهل هو ده هيبقى فيه زيهم، فاهمه؟ يعني الصاحب يتعوض، الارتباط يتعوض، ولكن ربنا برضو يخلي لي ساره. ما هو هيبقى فراق صعب، ولكن الاهل اللي احنا نشأنا ما فيش غيرهم، لا هتبقى كارثه كارثه. طب نطلع من الحته دي يا بدي ريت يا ريت نطلع من الحته دي فورا. بسرعه. لو كنت تبقى عندك 20 سنه في اي وقت في الدنيا غير القرن اللي احنا فيه ده، تختار امتى واشمعنى؟ اختار امتى؟ انا كنت احب يبقى عندي 20 سنه وقت ما انا كان عندي 10 سنين، فاهمه؟ اللي هو ماشي، يعني ايام ما كان اتاري. يعني اجي 10 سنين بدري بس. يعني اخد فتره التسعينات دي وانا فاهم شويه. فكنت يعني انا مواليد 96، فمثلا كنت احب ابقى مواليد 88، فاهمه؟ فاخدها كده، اصل التسعينات دي كانت جميله قوي. كانت رايقه، كانت يعني انا بحب اتفرج على اي حاجه ليها علاقه بالتسعينات. اوكي. في روشنه كده. عارف صالح النووي برضو؟ طبعا. يا نهار عايش في حقبة مزيكا في التسعينات. لا 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 شعبنا عبد الرحيم بقى وحميد الشاعري ومش عارفه ايه، هو هناك. صالح مختل. هو طب يعني مختل. لا ما هو صاحبي عادي. طب انت قول عليه كده. مختل ده ميتين كان. رائع رائع. اخر حاجه هديلك كارد، هتقول لنفسك في حاجه ليك لما تبقى عندك 30 سنه او لفتره الثلاثينات بتاعتك، سواء بقى مسج، جول، كوت، دعوه، حاجه عايز تفكر نفسك بيها بعد كده يعني. بس ايه رايك في اللوجو؟ عبقري، شياكه، محشور في 20، تحفه. شو انا عارفه، بس انت بتاع بودكاست كتير يعني، قول لي بس عمري ما عملت الحوار بتاع منى الشاذلي ده. حاجه افكر بيها نفسي زي ما انت عايز بقى، جول يعني، حاجه عايز توصل لها، حاجه تفكر نفسك بيها، حاجه عايز ما تنساهاش من وانت دلوقتي لبعدين تفكر نفسك بيها. حاجه انا بقولها لنفسي على طول يعني. ومش عايزين ننسى نقول ثانك يو للمكان اللي استضاف البودكاست محشور في 20 كاميلايزر ورك سبيس في ديستريكت 5. بجد من احلى الكووركينج سبيسز اللي انا شفتها في مصر كلها، ومش افوره، عشان اللوكيشن والسبيسز وكل الكلام ده. وكمان البودكاست دي brought to you by اتعلمها، ولو مش عارفين ايه اتعلمها بصوا على الديسكربشن وتعالوا نكمل الحلقه. اقولها ولا ايوه اقولها الكاميرا؟ لا قولها لنا. كمل علشان هتيجي. حلو. دي افكر نفسي بيها وانا في 20 وانا 25 وانا 30 وانا 35 يعني، لان هي هتيجي. وانا دايما عندي امل، حاسس ان هي بتقرب. هحضر البريمير بتاع الفيلم بتاعك. هعزمك. حتى لو ما عزمتنيش انا جاي. هتيجي ماشي. انا كده جاي. حاجه شكاك. مش عايزك ادخلك. انت بتدخلني كل الحفلات يعني. انا بعمل حاجات طيبه، امال في ايه؟ انا قلت انك شرير؟ حد قال لي انا قلت انك شرير؟ لا عامه يعني. هيهزقوني ان انا بحرك المايك. احنا تمام. عادي. احنا خلصنا. ثانك يو سو ماتش. انا انبسطت قوي. انت مش هتتخيلي انا اتبسطت ازاي. بجد، وبسطت كده يعني الموضوع ديب كده، وما بوظناهوش وما ضحكناش وبتاع، بس يعني لا ضحكنا، بس هو الضحك مش عيب والله، مش عيب. انا بس قصدي ان ده مش زي اللي يعني فاهم، مش زي الحاجات التانية يعني. مش انترتينمنت ده، انترتينمنت برضه، بس مش من نوع اديو انترتينمنت. بس عشان هنخلص بقى طبعا، انت سيدي اللي عارفين، هنبص الكاميرا ونقول للناس. كل واحد يبص لكاميرته ولا نبص نبص هنا ماشي. ونقول ايه؟ ما تنسوش قوليها عشان اقولها. ما تنسوش ما خلص الحلقه. تعملوا لايك وشير. ايوه يلا. انا اقول بصي قال لي خلاص قول هنا. ماشي. اقول هنا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وخفيفه كده ولذيذه. ولو بجد عجبتكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واي حاجه ممكن تدوس عليها دوس يعني، فعل الدنيا كلها. اتفضلي بقى قولي لهم انت حاجه، ده بقى بيتك. في بيتي. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير وسبسكرايب، وتفعلوا سر الجرس ما تقولوش لحد عشان الحلقه الجايه ما تفوتكوش. وبجد اتبسطت قوي. اشوفكم الابيسود الجاي. باي باي. شكرا يا استاذه ماري.